يا ريت بقى في الكومنتات تحسبوا الاسعار اللي انا قلت لكم عليها وتقولوا لي انا جبت الخضار بتاعي اجمالي الخضار بتاعي كام. يعني كل واحد شايف الفيديو بتاعي دلوقتي يكتب لي في الكومنتات اجمالي الخضار بتاعي. انا جبت حاجات اهيت، لا فيه لا لحمه ولا فراخ ولا بيض ولا لبن ولا سمك ولا اي حاجه خالص، حاجات تافهه جدا جدا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. حبايب قلبي عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بالف صحه وبالف خير. انا النهارده ان شاء الله عامله لكم فيديو مشتريات. نزلت السوق كده واشتريت شويه خضار، بس بصراحه يا جماعه انا مش هكدب عليكم واقول لكم الاسعار رخيصه والاسعار حلوه، لا، الاسعار غاليه نار 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 نار. انا اشتريت شويه حاجات قد كده بمبلغ وقدره، بجد حاجات كنا ممكن نشتريها بكتير قوي ب 30 جنيه ب 50 جنيه، انا اشتريتها بمبلغ عالي جدا. دلوقتي هنشوف انا اشتريت ايه وايه الحاجات اللي احنا جبناها. بس قبل ما نبدا الفيديو بتاعنا ما تنسوش بقى تصلوا على الرسول عليه الصلاه والسلام، ولو مش مشتركه معايا في القناه تشتركي وتفعلي زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. ما تنسوش اللايكات يا جماعه، اللايكات اهم حاجه عشان بتعلي من جوده الفيديو وبتخلي اليوتيوب يقترح الفيديو. انا كل ما بقول لكم كده حضراتكم ما بتعملوش لايكات زي ما تكونوا مش عايزين الفيديو يقترح اصلا. المهم ما علينا. فالنهارده دلوقتي انا جايبه لكم الفيديو بتاعنا دوت ايه اسعار السوق، ايه الحاجات اللي انا اشتريتها. وبجد يا جماعه الحاجه زي ما قلت لكم نار، وربنا يعين كل واحد على حاله. تعالوا نشوف بقى احنا جبنا ايه والحاجات اللي احنا اشتريناها ايه النهارده ونشوف الفيديو بتاعنا. نقول بسم الله الرحمن الرحيم. تعالوا نشوف الفيديو. اول حاجه كده حبايب قلبي معاكم هوريكم انا اشتريت جلاش عشان انا هعمل جلاش حلو وجلاش حلو. اشتريت لفتين جلاش. بصوا اللفه دي يا جماعه ب 13 جنيه. اللفه اللي كنا بنجيبها ب 7 جنيه وب 9 جنيه ومغليت قوي، اللفه دي ب 13 جنيه. وعلى فكره المكان اللي انا جايبه منه ده مكان رخيص مش غالي قوي، يعني مش بيبقوا مبالغين في الاسعار. يعني لو اي مكان تاني حضرتك هتروحيه هتلاقي الاسعار اغلى من كده. ماشي، الواحده من دي ب 13 جنيه، يعني الاثنين دول ب 26 جنيه. تمام. تاني حاجه جبت اللي هي خلطه المشاوي اللي هي بتاعت ماجي. الكيسين دول مع كوبايه الزبادي دي، شايفين كوبايه الزبادي دي والكيسين دول ب 30 جنيه. دول كده ب 30 جنيه يا جماعه. ماشي. فيعني بصوا الحاجه بجد غاليه غاليه نار. دول مش خضار ولا حاجه، بس انا هوريكم بقى الخضار هتتفاجئوا بيه اكتر. دول بقى كده خلاص زي ما احنا قلنا الواحده ب 13 جنيه، والاثنين دول الكيسين الخلطه مع كوبايه الزبادي جايباهم ب 30 جنيه. حلو الكلام، كلام جميل. بصوا بقى حبايب قلبي المفاجاه بقى. الخضره، شايفين حزمه الخضره عامله ازاي؟ شايفين الخضره دي؟ حزمه الخضره اهي 2 3 الثلاثه بخمسه. ماشي، 3 حزم خضره بخمسه. بصوا حزمه الكزبره ما فيهاش. بصوا الشبت ما تقولوش الحزمه كبيره لان احنا ما بنستخدم الشبت يا جماعه، احنا بناخد الحتت دي كده بس. يعني لما تيجي تستخدمي الشبت مش بتاخدي العود ده، بتاخدي دي كده بس. فانت قيسي بقى كده 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 على دول، هتبصي تلاقي دول برده حبه قد كده. تمام. دول كده 3 هم بخمسه، و3 تانيين هم بخمسه. في واحده كمان مش عارفه هي فين، بس انا جايبه 6. عموما يعني انا جايبه 6. دول 3، دول كده 3، انا جايبه 6. 1 2 3 4 5. في واحده تانية ناقصه تلاقيها في الشنطه ولا في اي حاجه تانية ادور عليها. المهم يعني انا جايباهم ب 10 جنيه. بصوا حزمه البقدونس فاضيه ازاي. بصوا انا جايبه حزمه، انا ما بحطش على المحشي بقدونس يا جماعه، انا بحط على المحشي شبت وكزبره. حزمه البقدونس دي جايباها عشان الفراخ. بصوا عامله ازاي، دي حزمه بقدونس. بصوا الجمال، بصوا عامله ازاي كده. الحبه دول انا جبتهم ب 10 جنيه. تمام. الرخيص هي الملوخيه. ماشي، جبت حبه الملوخيه دول. ماشي، دول كده ب 10 جنيه. هما دول اللي معقولين يعني، دول اللي جبتهم ب 10 جنيه. حبه الملوخيه دول شايفينهم دول. ماشي. دي بقى على الكرنبايه والمفاجاه. شايفين الكرنبايه الجميله دي يا جماعه؟ بصوا دي قد ايه، خمنوا كده دي سعر دي قد ايه. بصوا دي انا هعمل بيها يعني حله كويسه برده. بس بصوا الكرنبايه دي قد ايه اهي كده بالظبط اهي. بكام الكرنبايه دي؟ بصوا يا جماعه اهي اهي. حد يقدر يقول لي بكام الكرنبايه دي؟ مش هقدر اقول لكم سعر الكرنبايه دي قد ايه. بجد يا جماعه هتتفاجئوا من سعرها. الكرنبايه دي اللي انتوا شايفينها في ايديا دي ب 30 جنيه. تمام، 30. حد هيقول لي انتوا مش لازم تجيبوا محشي، يعني تجيبوا كرنب وتحشوه مثلا ب 30 جنيه. هاتوا اي حاجه ثانيه. دي على فكره جايبه واحده صغيره ورخيصه ب 30 جنيه. هاتوا اي حاجه ثانيه. اقول لكم يا حبايبي الاسعار بقت في كل حاجه كده، عشان تجيبي اي حاجه هتلاقيها كده. بصوا دي ب 30 جنيه. مش هنجيب كرنب، مش هنجيب طماطم.
ماشي. مش هنجيب طماطم بقى لان احنا مش هنجيب الغالي، الغالي مش هنشتريه. دي 30 جنيه، الغالي مش هنشتريه. طماطم ب 25 يا جماعه. يبقى لا هنشتري طماطم ولا هنشتري بصل ولا هنشتري خيار ولا هنشتري اي حاجه خالص. دي الحاجات اللي انا اشتريتها النهارده يا حبايب قلبي. الطماطم ديت اهيت، كيلو طماطم هو مش اكتر من كده، 25 جنيه، دي ب 30 جنيه. ماشي. دول حبه الملوخيه دول ب 10 جنيه، حبه الخضره ب 10 جنيه، دول ب 30 جنيه، دول ب 26 جنيه. ايه رايكم يا جماعه؟ يا ريت بقى في الكومنتات تحسبوا الاسعار اللي انا قلت لكم عليها وتقولوا لي انا جبت الخضار بتاعي، اجمالي الخضار بتاعي كام. يعني كل واحد شايف الفيديو بتاعي دلوقتي يكتب لي في الكومنتات اجمالي الخضار بتاعي. انا جبت حاجات اهيت، لا فيه لا لحمه ولا فراخ ولا بيض ولا لبن ولا سمك ولا اي حاجه خالص، حاجات تافهه جدا جدا. وانا جايبه الحاجات دي يا جماعه لان انا هعمل انتوا عارفين موسم، كل سنه حضراتكم طيبين، حتى لو مش عشان الموسم. عشان انا جوزي مسافر، جوزي بيقعد 20 يوم بره البيت وبيرجع 10 ايام يقعدهم معانا. المكان اللي هو قاعد فيه شغال في زي في صحراء في منطقه الوادي، حته اسمها باريس. الحته دي كلها او ضرب ال40 زي ما بيقولوا، صحراء زي ما بيقولوا، صحراء جرداء لا زرع فيها ولا ماء، لا في اكل ولا في شرب ولا في اي حاجه خالص. بيقعد 20 يوم عايشين على الهوا. ربنا يعين كل واحد على حاله وعلى عيشته وعلى حياته. فلازم اول ما يجي يكون عامله اكل كويس جدا. واحد بره بيته 20 يوم فلازم يجي يلاقي اكل كويس. فانا مضطره ان انا اجيب عشان حرام ان هو يبقى متغرب ويجي يلاقي اكل اي كلام. فلازم اول ما بيجي كده بعمل له اكله كويسه، وبعد كده والله يا جماعه برده بنمشي بقيه الايام عادي جدا. احنا الحمد لله ميسورين الحال ومستورين وبنعرف نجيب وبنعرف نشتري. الله يعين كل واحد على حاله. ربنا يعين الناس الغلابه اللي معهمش، اللي مش قادرين يشتروا، ما بيقدروش يجيبوا ولا بيقدروا يعملوا اي حاجه خالص. الفيديو بتاعي كده خلص النهارده يا جماعه. كان فيديو مشتريات. انا الاسعار استفزتني فقلت اعمل لكم الفيديو دوت. اقول لكم يعني مش عايزه اقول لكم يا رب الفيديو يكون عجبكم لان انا اتضايقت منه اصلا. بس اقول لكم اترككم في رعايه الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.